هتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بامبا. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستغفراكي في الخدمه قوي. بيني وبينك صعبانه عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها. النبي ده انا اللي عندي حاجه لقطه يا بنتي يا حلاوه. والنبي يا خالتي بامبا. اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحدة عايزة ايه غير انها تتستر يا خالتي بامبا؟ على خيرة الله يا حبيبتي، تبقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتي لي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه، بعد ما تشتري البطاطس. انت قلتي لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بامبا. آه وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بامبا، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بامبا، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجة يا خالتي بامبا؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذة يا خالتي بامبا، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده. تفوتي عليا العصر، من عارف يمكن يكون العريس عندي. متشكرة يا خالتي بامبا. واتابي يا اختي، انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي بتنقبض في نن عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير، كنت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له: انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي، وانا لسه يا اختي هسمع كلام البلد ولا ايدك الوليه ام اسماعيل طالعه من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول له: انت يا واد يا اسماعيل، اطلع يا واد، مالكش دعوة بالست دي، لقطع رقبتك. الله 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 الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ام اسماعيل؟ خلبتي يا اختي هتشوفوا له عروسة هو كمان. اطلع يا واد، مالكش دعوة بيها ولا لكش كلام بيها، دي ست ملهاش شغلانة غير تتجسس على جيرانها. شفت يا ابو سيد؟ قال انا يا اخويا بستقطع عن اسرارهم، وقال ايه الواحد لازم يسال عن صحتهم وصحه سلامتهم، لكن ما يتقطعش عن اسرارهم. انا غلطانه، ده انا عايزه اطمن عليهم يا ابو سيد. تطمني على مين؟ الحقيقه بامبا شيء مش ظريف ابدا اللي بيحصل ده. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني الواحد يسال عن صحه جيرانه وما قلناش حاجه، يطمن عليهم وما قلناش حاجه، لكن ما يسالش طابخين ايه النهارده، عاملين ايه النهارده، اتخانقوا مع بعض ولا ما اتخانقوش. البيوت اسرار يا بامبا، ثم عيد تحاولي تعرفي اسرار البيوت. امال السؤال عن جيراننا واجب، ما قلناش حاجه.